مساء الفل او صباح الفل على حسب ما بتشوف الفيديو. النهارده هنتكلم عن حاجه لذيذه جدا كلنا عايزين نعملها. ازاي اوصل مثلا ريت 2000 او احسن من مستواي او اتطور. طيب، دلوقتي احنا عشان ناخد الخطوه دي او نتطور محتاجين نعمل كذا خطوه. الموضوع التطور في الشطرنج مش بسرعه، يعني الموضوع بياخد وقت. انت بتدرس الشطرنج مراحل. ممكن المفروض نركز على الاند جيم والميدل جيم واخر حاجه الاوبننج، ده المفروض الترتيب الصح. احنا بنبقى مستعجلين، احنا بنبقى عايزين ناخد شكل كويس من الاوبننج مش هقول مش مهم، لا، مهم جدا. بس مش في الاول، ما يبقاش مثلا ريتك اقل من 1000 او 1000 لحد 1500 وانت عايز ايه تدور على اوبننج تمام وتذاكر اوبننج. لا، ما احنا عدينا مرحله الاوبننج. في الميدل جيم ما بنعرفش، ما بنشوفش التكتيك، ما بنشوفش الاستراتيجي، ما بنعرفش ايه الفرق ما بين التكتيك والاستراتيجي. الاند جيم دنيتها ايه معانا. طيب، يعني في ناس بتوصل للاند جيم ما بتعرفش تدي مات بطابية مثلا وملك، ما فيش الكلام ده. طيب لو هتعرف تدي مات بفيلين، مش هقول لك فيل وحصان عشان دي صعبة. تمام، بس الفكرة كلها في ايه؟ ان انت تحدد هتعمل ايه. طيب، ايه النصايح المقدمة او المفروض نعملها؟ قال لك اول حاجة، ماشي، انت محتاج تحدد لك افتتاح بالابيض واحد وافتتاحين بالاسود. طب اشمعنى واحد بالابيض واتنين بالاسود؟ واحد بالابيض انت هتشتغل بيه خلاص، وهتحفظ اللاين اب بتاعته وهتتدرب يعني هتلعب كتير. تلعب ياكش، تلعب 2000 ماتش، 3000 ماتش، 4000 ماتش، لحد ما تلاقي نفسك اوتوماتيك. لحد مثلا النقله السبعه الثامنه انت اوريدي شفت الكلام ده قبل كده، مش هقول لك مثلا حد نقله اكتر من كده، احنا مش جراند ماسترز. طيب، الاسود بتختار افتتاحين عشان ترد بيهم على الابيض. يعني انت عندك الابيض ممكن تلعب الاي 4 وتشوف بقى اللي قدامك لعب لك الاي 4، هتطلع بالحصان، ماشي، طلع لك بالحصان، هتطلع ده سكوتش. ده انا بحب العبه جدا يعني، ولعبت فيه كتير جدا يعني. طيب، وفي الحساب الاساسي مش بتاع القناة، يعني عايز اقول لك معدي 30,000 ماتش وريتي وصل 2200 قبل كده. طيب، احنا الحساب بتاع القناة ماشيين واحدة واحدة كده، ريتنا دلوقتي 1900 وشوية، هنوصل بيه 2000 2100 ان شاء الله، 2000 اكتر. نقل بنزيد ساعات بنبقى في حاجة اسمها ظاهرة اليويو، تمام، اللي هو نظام انت بتفضل تطلع تنزل في نفس الريت، يعني مثلا اوصل ل 2100 ارجع انزل تاني 2000 1900 ارجع تاني اطلع 2000 2100 وهكذا. طيب، سواء خدت بدأ ملك، تمام، بدأ ملك مثلا، بدأ ملك حبيت تلعب الإيطالي، تمام، مفيش مشكلة. حبيت تلعب الأسباني برضو مفيش مشكلة. المهم نقي افتتاح تكون أفكاره بسيطة عشان ما تحفظش كتير. طيب، يعني هو السكوتش أنا كنت برشحه علشان لذيذ، يعني يعرف، يعني لو خدت عنه فكرة كده هتعرف تتعامل بيه. طيب، نفترض انت مش عايز تلعب بدأ ملك لان الناس كلها بتلعب بدأ ملك. عندك بدأ وزير، تمام، سواء بقى ايه، كوينز جامبت، ماشي، خلاص، دي ناس كتير برضه بيلعبوها، ماشي. وليها لاينات كتير بس لازم برضه هتحفظ. او المفضل لنا ناس كتير اللندن سيستم، ماشي، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، وتطلع وتشوف الدنيا ماشية ازاي، لو عملت كده تعمل كده والهرم بتاع حضرتك وهنا نطلع، ماشي، وتطلع كده وتقفل على البتاع، المهم يعني في كذا حاجة. خلاص، ده بالنسبة للأبيض. طب لو قلبنا البورد كده وقلنا الأسود، طيب أنت دلوقتي عايز تحفظ لك افتتاحين، ماشي، الافتتاحين خلاص. مثلا في ناس بدأ ملك يطلع ده السيسيليان، بس السيسيليان فيه كمية حاجات كتير، في النجدور وفي الدراجون وفي الاكسلريتد دراجون، تمام، وفي ماجنوس سيسيليان وفي مش، فالمهم برضو في حاجات كتير، يعني انا السيسيليان ده لعبته كتير، عقبال لما ظبط معايا لعبت كتير قوي يعني، وغلبت كتير قوي برضو يعني. طيب، ده السيسيليان في ناس ما بتحبوش، في ناس بتحب تلعب ده، تلعب عليه برضو بدأ ملك، بدأ ملك اي 4 اي 5 وشغال عادي ومفيش اي مشكلة، تمام. في بقى ناس بتحب تلعب الاسكندنافيان، تمام، مفيش اي مشكلة، هياكل، تمام، تطلع بالوزير، مع ان مش محبذ ان انت تطلع بالوزير، لا اذا انت كنت عارف. طبعا قدامك اوبشن من اتنين، في ناس بترجع خطوه، في ناس ترجع خالص، في ناس بتيجي على جنب، ده الاسكندنافي. طيب، الفكره كلها ان انت هتنقي افتتاح بالابيض وافتتاحين بالاسود، تمام. الافتتاح بالابيض تدرسه كويس، تمام، تلعب عليه متوشه كتير، تتغلب، تكسب، مره تظبط مره ما تظبطش، مره تذاكر اللاين وتفاجأ بحاجه مختلفه تماما عن اللي انت ذاكرته، مفيش مشكله خالص،
تمام، لان الناس بترتجل، يعني مش كل الناس اللي بتلعب على النت هدفها مثلا ان هي تعلي ريتها. في ناس بتلعب فور فن، يعني في ناس، انا قعدت كذا سنه في الاول العب فور فن، مش فارقه معايا ريتي كام ولا اي حاجه، يعني بلعب كده وخلاص. واحده واحده الموضوع ظبط معايا يعني. طيب، دي حاجه. الحاجه التانيه، الاسود هنتفق على افتتاحين. خلاص. رد على اي 4 ورد على اي 5. هترد على الاي 4 سواء عايز تلعب سيسيليان، ماشي، عايز تلعب اي 5، عايز تلعب كاروكان، يعني في ناس بتحب تلعب كاروكان، تمام. خلاص ماشي، سواء بقى تفريع التقديم او الاكستشينج، يعني في ناس بتلعب التقديم، تمام. ناس بتلعب الاكستشينج برضو، تمام، مفيش مشكلة. طيب في ناس بتلعب الفرنش ديفense، يعني يلعب ده كده، يلعب كده، يلعب كده، يلعب كده، تمام، مفيش مشكلة. الفرنش ديفense برضو من الدفاعات الصلبة اللذيذة. بس الفكرة كلها ان انت تبتدي تحفظ لاينات، تحفظ حاجات في حتة إبداع، وفي حتة عينك تلقط والفيجن والكلام دوت هتيجي واحدة واحدة. طيب، دي بالنسبة للافتتاح. طب عشان أذاكر افتتاح وأسيب الباقي؟ طب ما أنت لو ذاكرت افتتاح وسبت الميدل جيم والإند جيم مش هتعرف تتعامل. فالفكرة كلها برضو، إحنا كده في الفيديو ده هتحدد افتتاح أبيض واتنين أسود. خلاص، وبعد كده تبتدي تشوف هتعمل إيه. بعد ما تعرف افتتاح معين بالأبيض هتذاكر المين لاين، هتذاكر اللاينات التانية. في حاجة ترابات، في تراب، في جامبت، تمام. هتبتدي تشوف الكلام ده واحدة واحدة، انت هتلاقي الدنيا بتمشي معاك. بس ما يعني انت مش هتذاكر اللاين النهارده هتروح بكره تكسب جراند ماستر، لا، الموضوع هياخد معاك وقت شويه، ما تستعجلش على النتيجه. ممكن تيجي تحس ان انت عمال تذاكر تذاكر والريت بتاعك ما بيزيدش، مفيش مشكله، هتلاقي فيه فجاه حصل لك سبايك كده، طلعت فجاه في التقييم. يعني ممكن تلاقي نفسك في يوم يومين خسرت لك 100 نقطه، وفي يوم يومين طلعت 100 نقطه تاني، برضو عادي، على حسب المود والتركيز والحاجات. فده فيديو مبدئي كده. حابب نمسك افتتاح معين بالابيض نذاكره سوا، ننزل لكم عليه مثلا سلسلة، تمام. حابب نمسك افتتاحين بالاسود، تمام، لحد بس ما القناة تكبر شوية كده ان شاء الله، ونطلع مع بعض لايفات نلعب مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. شوف ايه الدنيا برضو اللي انتم محتاجينه، حابين نشرح اند جيم، حابين نلعب مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. اتمنى تكون اتبسطت كده من الفيديو، خدت فكرة عامة ان ازاي تزود تقييمك، وربنا ييسر ان شاء الله. وشكرا.